كانك ناوي تعمل عملية زراعة شعر، هاني باش نقول لك على المراحل اللي باش تتعدى بها. المرحلة الأولى هو تصوير خط الجبهة أو la ligne frontale. Et ça, c'est le côté artistique de notre métier, où il faut respecter 1. les repères anatomiques du visage du patient. 2. les désirs du patient. المرحلة الثانية هي الاكستراكسيون، وهي une étape cruciale تتعمل sous anesthésie locale، بنج موضعي، ويلزم يعملها طبيب اكسبيريمونتي، خاطر يلزم نجبدوا بصيلات بالبصيله هيستولوجيكمون انتاكت، ما همش مكسرين، على خاطر كان نجبدوا بصيلات مكسرين ما همش باش ينمو، ما همش باش يعطيونا شعر، وماكش باش توصل للنتيجه اللي انت تستنى فيها. نجيو للإيتاب الثالثه واللي هي لامبلونتاسيون، وتتعمل زاده سوز انستيزي لوكال. والامبلونتاسيون سي اون ايتاب كروسيال. علاش؟ على خاطر الفو ريسبكتي لونغل الى ديريكسيون نتاع الشعر الاصلي، واذا كان ما نحافظوش على لونغل دامبلونتاسيون لانكلينيزون الى ديريكسيون، الشعر ينجم يطلع واقف ولا في اتجاه عكسي، والنتيجة باش تبان ارتيفيسيال. من بعد تجي المرحلة الرابعة والأخيرة، وهي لي سوان بوست اوبيراتوار، وهوني تبدا مسؤوليتك انت. il faut respecter لو شامبوان بالطريقه والفريكونس اللي نوصفوها لك. لازمك تاخذ الدويات واللي كومبليمون اليمونتير بالمده والجرعات اللي نوصفوهم لك. لازمك ترد بالك على راسك من الاكسبوزيسيون برولونجي او سولي اللي شوك فيزيك. المرحله الاولى مهمه ياسر باش البصيلات تتثبت وتعيش، ولا نجم ضيع مجهود العملية. وكانك تعديت تجربة نتاع غريف دو شوفو، خليلي في الكومنتير كيفاش كان العملية.